بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة ارتقى المنبر، وأثناء ارتقائه للمنبر قال على الدرجة الأولى آمين، ثم أمن عند الدرجة الثانية، ثم على الدرجة الثالثة قال آمين. ولما استوى قالوا يا رسول الله، أصحابه بيسألوه يا رسول الله، يعني أنت أمنت على كل درجة أثناء صعودك للمنبر ولم نعد هذا من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك. رغم أنف أي خاب وخسر وتمرغت أنفه في التراب، كناية عن الخيبة والخسارة. رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك، يعني لما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تصلي عليه. ثم فقلت آمين. ثم قال رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر ولم يدخلاه الجنة. فقلت آمين، أي خاب وخسر من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما وقد بلغ عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة بسبب عقوقه لهما، فلم يبرهما في الدنيا ولم يحسن إليهما، بل عاملهما بقسوة وبإساءة فكان سبب شقائه في الآخرة. ثم قال خاب وخسر أو رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، أي من أدرك رمضان وانسلخ رمضان وانتهى رمضان ولم يغفر لهذا الرجل فقد خاب وخسر خسارة شديدة وكبيرة. لماذا؟ لأنه ربما يكون امتنع عن الطعام والشراب ولكن لم يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والشتائم وإيذاء الناس، لم يكف سمعه عن التجسس على الناس، لم يكف يده عن إيذاء الناس، لم يمنع نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى، ولم يكف بصره ولم يغض بصره عن محارم الله تبارك وتعالى. لذلك خاب وخسر لأنه لم ينال أجر صيامه ومغفرة الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حاول ما تخسرش رمضان، حاول ما تخسرش نفسك وانت في الأيام الطيبة المباركة اللي بتسلسل فيها الشياطين وبتفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار، وينادي مناد من قبل الله تعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اجتهد على نفسك، اجتهد على نفسك بالطاعات والذكر والعبادات، قراءة قرآن، ذكر وتسبيح، قيام ليل، دعاء، أعمال خير كالصدقات وغيرها. وأحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، فأكثر من الذكر والتسبيح والدعاء والتحميد، واجتهد على نفسك وعلى أخلاقك حتى تخرج من رمضان وقد أثر الصيام فيك وكنت من المتقين ونلت مغفرة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.